السلام عليكم الاخوان والاخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه. الفيديو اللي شاركت معكم ديال الدنجال او كراتان ديال الدنجال كيجي رائع وكيجي لذيذ بزاف وكيتحضر في وقت قصير، وكنتمنى الفيديو يعجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات والاشتراك في القناه. ونبدا معكم في المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا جوج دنجالات كبار كما كتشوفوا. قطعتهم بهذا الشكل هذا شرائح ودرتهم في شويه ديال الماء، والماء ضفت فيه شويه ديال الملحه باش ما كيرجعش فيه داك السواد في الدنجال. ومن بعد كنشفوه من الماء ولا كديروه في شي كسكاس كيقطر. جبت الطاوه ديال الفران، فرشت فيها هاد الورق اللي كندخلوه للفران، الورق ديال الفرن، ودهنت الدنجال مزيان بزيت الزيتون. كندهنو من الجهتين ديك الزويته، وكنستفو في الطاوه ديال الفران. كدهنوه بزيت الزيتون كيعطيه حتى هو واحد البنه، كيجي زوين وكيجي مزيت، ما كيجيش ناشف. وكندخلوه للفران. قبل ما ندخلوه للفران كنرش عليه شويه ديال الابزار. المهم اولا كتنسموه بشي حاجه بالاعشاب المنسمه ولا اللي بغيتو. وعندي هنايا الحشوه، عندي الفلفله حمراء، فلفله خضراء، والبصله، وكندير شويه ديال زيت نباتيه وشويه ديال زيت الزيتون، وكنخلي هاد الخضيره تشحر كما كتشوفوا معايا. كنشحروها شويه ومن بعد كنضيف لها الكفته. كنضيف الكفته وكنخلي الخضيره كتشحر وكنتبل هاد الخضره والكفته. درت شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار، وشويه ديال السكينجبير، وشويه ديال الخرقوم. كنخليو الخضره كتشحر. كنضيف الربيع، القزبر والمعدنوس، وحكيت واحد الفص ديال الثومه. ضفت غير شويه، ما درتش بزاف. وكنشحروا هاد الخضيره ومن بعد كنضيفوا لاصوص ديال المطيشه لهاد الكفته والخضره. صافي كنخليوها تكمل الطياب. وكنجيب الدنجال ديالي من الفران بعد ما تشوى كما كتشوفوا. كنستفو في هذا المول، وكنبداو نديرو داك الحشوه ديال الكفته والخضيره اللي طيبت اللي شفتوا معايا. كنعمر بها هاد الدنجال وكندير الطبقات. كنديروا الطبقه الاولى كنديروا عليها الخضره والكفته، وكنعاودوا الطبقه الثانيه وهي كتمشي هكا. المهم كديروا الطبقات اللي قياس الدنجال اللي عندكم، وكنديروا وكل طبقه كنرشوا عليها شويه ديال الجبن، وكنمشيو هكا كما كتشوفوا حتى كنساليو الدنجال. كنغطيوه بديك الكفيته وكنرشوا الجبن. بقاو لي هنايا واحد شويه ديال الدنجال، واحد 3 ديال الشرائح ديال الدنجال. درت فيهم حتى هما شويه ديال الخضره والكفته وعمرت بهم ديك الفراغات. وكندير من الفوق الطبقه الفوقانيه كنرش الجبن كما كتشوفوا. كنرشوا الجبن مزيان في الطبقه الفوقانيه والاخيره. وكنضيف شويه ديال لاصوص ديال المطيشه. درت فيه شويه ديال زيت الزيتون حتى هو وشويه ديال المليحه. وكندخلوا المول ديالنا للفران حتى كيطيب. وهذا هو الكراتان ديالي من بعد ما خرجته من الفران. درت له شويه ديال هاد الدوائر اللي كتشوفوا ديال المطيشه، ورشيت عليه شويه ديال المعدنوس من الفوق. وكما كتشوفوا كنديروا في صحن التقديم. راه كيجي بنين بزاف وكيجي رائع هاد الدنجال وخفيف. هانتوما كتشوفوا ما فيش قوه اليدومات وكيوجد بسرعه. ورافقت معاه شويه ديال الروز كان عندي مع الخضره، ورشيت شويه ديال المعدنوس من الفوق فوق داك الروز وفوق الدنجال. وكنتمنى الفيديو يعجبكم. في امان الله.